السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم التتمة ديال الفيديو السابق، هو الطريق ديالنا إلى المغرب الحبيب. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق ولا شفتوا الفيديو السابق، فأنايا تقريبا 6 سنين هذه ما هبطتش للمغرب في الطوموبيل. يعني من 2018 كانت آخر مرة هبطنا بالطوموبيل للمغرب، ومن تما فكانت صافي فقط كتجينا غير بالطيارة، كتجي قريبة وسهلة. والصراحة ما كانش كيكون عندنا الوقت اللي غادي نهبطوا نجلسوا، يعني الطوموبيل كتبغي تجلس واحد المدة في المغرب، ماشي أنك تهبط وتطلع في سيمانة أولا في 15 يوم. فصافي هنايا الحمد لله هبطنا هاد العام، وجات مع العطلة ديال نهاية رأس السنة. صراحة كان الجو زوين، وهذه أول مرة غادي نهبط للمغرب في هاد الوقت هذا. يعني مولفة كنهبطوا في الصيف أو نهبطوا في العطل تاع الربيع أو وسط هكا في وسط الربيع، شهر 4 شهر 5 شهر 6 أولا في الصيف. ولكن هاد الوقيته ديال راس العام فكانت أول مرة غادي نهبطوا فيها الصراحة للمغرب. كان واحد الجو اللي زوين 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 بزاف. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، حنا ما كناش مقطعين البي ديال الباطو، فخلينا حتى وصلنا للخزيرات. ومن بعد ما وصلنا فشتنا الباطو اللي كان خارج، قطعنا فيه ومشينا. الحمد لله الامور ميسره والامور مزيانه، حيت راكم عارفين في هذه الوقيته ما كيكونش الضغط بزاف، كتكون الدنيا خاويه. صراحه كانوا الاجانب اكثر من المغاربه. كانوا بزاف ديال السيارات ديال الاجانب، كان اللي انهم قرروا يهبطوا يدوزوا راس العام في المغرب، يعني كتلاقينا مع الاجانب اكثر من المغاربه. وكذلك يكونوا الناس ديال الشحن الدولي او الناس الشيافر ديال الكاميونات، الناس ديال الترونسبور اللي هذيك خدمتهم، يعني مساكن كيكونوا غاديين جايين، الله يعاونهم والله يسهل عليهم. صراحة كيف ما قلت لكم الباطو كان مزيان، كان خاوي، البور حتى هو كان خاوي، والامور الحمد لله ميسره. الديوانه ديال اسبانيا الحمد لله ما لقينا فيها حتى شي مشكل، يعني كيسروا لك الامور هكا الحمد لله. صافي طبعنا الباسبورات ديالنا ودخلنا بحالنا الباطو، وعاوتاني وسط الباطو عاوتاني طبعنا الباسبورات ديالنا ديال الدخول ديالنا للبلاد. صافي من بعد هكا دخلنا غير الكافيتيريا، خدينا شي حاجة ندوزو بها الطريق، نسليو بها الطريق، حيتاش الباطو دارت بينا تقريبا ساعتين ديال المكانة. عاد وصلنا لطنجة أولا لطونجيميد. صراحة كانت الطريق زوينة، ما حسيناش بها، حتى الجو كان زوين بزاف. ما كانش البرد، ما كانش الريح، كان الجو زوين وكان البحر هادي الحمد لله. اللهم لك الحمد، كانت الطريق ميسرة وكانت الأمور ميسرة ودازت الطريق زوينة الحمد لله. 1000 كيلومتر أول مرة غادي نشدها مع ولدي. مولفين كنهبطوا غير أنا وراجلي، وهذه كانت أول مرة غادي نهبطوا في الطوموبيل ومعنا وليد صغير. الصراحة الحمد لله ما عياش بزاف، وأحسن حاجة درناها هي أننا هرسنا الطريق. راه كاينين ناس مساكن اللي كيجيو من بلايص بعاد، حنا الحمد لله فقط غير من إسبانيا للمغرب. ولكن حاولنا ديك ال1000 كيلومتر نهرسوها حيتاش معنا وليد صغير. بتنا هكا كيف ما شفتوا في الفيديو السابق، بتنا في غرناطة وكملنا الطريق، كانت هكاك زوينة بزاف. أولا حنا ما عييناش، وحتى ولدي أنه ما عياش بزاف، يعني لقى أنه ينوض يتحرك. وكل ساعة ساعتين، كل ساعة ونص ساعتين كنا كنوقفوا، يعني كيهبط معانا كيتمشى شويه، ما كيبقاش جالس ديك المده كامله. فالحمد لله واللهم لك الحمد، كيف ما قلت لكم دازت الطريق زوينه زوينه بزاف، ما حسيناش بها اللهم لك الحمد. والحمد لله وصلنا لبلادنا الحبيب، وصلنا للميناء ديال طنجة المتوسط. صراحه واحد الاحساس كيجيك زوين، خاصه حيت تكون في الباطو وكتبان لك الله الوطن الملك. الشعار ديال المملكه ديالنا، كتحس بواحد الجو زوين، كتحس بواحد الاحساس زوين. اللهم لك الحمد يا ربي، اللي متغرب الله يرجعو بخير وعلى خير لبلادو، والله يسهل الامور لكل واحد يهبط لبلادو ويشوف بلادو ويشوف عائلته ويشوف حبابو يا ربي. هنا كيف ما قلت لكم الباطو دار بينا تقريبا واحد ساعتين في المكانه. فحنايا وصلنا هنايا تقريبا كانت تقريبا 2 ديال النهار، عاد وصلنا لطنجة. هنايا كان الباطو راه كيرصي باش غادي يوقف. اول حاجه كيهبطوا صحاب الكاميونات هما الاولين، وكيهبطوا صحاب الكيران هما الثانيين، وكيدوزوا صحاب لي ترونسبور عاد كيدوزوا الناس المسافرين العاديين. كيف ما شفتوا في الاول في الفيديو، فبالنسبه للناس العاديين او الناس المسافرين فراهم كيهبطوهم للطبقه التحتانيه، والناس صحاب الكاميونات وصحاب الكيران فراهم كيخليوهم في الطبقه الفوق، باش حيتاش هما الاولين كيهبطوا هما الاولين كيخرجوهم. وكتكون هكا الامور مزيانه. صافي هنايا اللهم لك الحمد وصلنا بخير وعلى خير. من بعد ما خرجنا من الباطو، فضروري كتلقى واحد البوليسي في الباب كيشوف لك لي باسبور ديالك واش طبعتيهم. صافي من تما فحنا كنمشيو نيشان للديوانه. كيف ما قلت لكم ديجا كتكونوا طابعين لي باسبور ديالكم وسط الباطو، فمشينا نيشان للديوانه. غير هو لقينا الديوانه انهم دخلوا واحد لي سكانير جداد، يعني وليتي كتاخد وقت كتير في الديوانه قبل ما تخرج من البور. فحيت وصلنا دوزنا السكانير هو الاول كيدخلوا لك الطوموبيل كامله.
وكيهبطوك أنت من الطونوبيل، كيدخلوا الطونوبيل وسط السكانير. من بعد ما كتهبط من السكانير كيجيبوا الكلاب كيشموا، ومن بعد عاد كتعاود ترجع تدخل عاوتاني كتعاود ترجع تدخل للديوانة. كيجيو الديوانيين كيحلوا لك الكوفر. كيقول لك هبط لي خويا الكوفر نشوفوا شنو كاين، صافي كيقلبوا هكا الروتين الاعتيادي ديالهم. ومن بعد عاد كيعطيوك انك البيرميسيون باش تخرج من صافي تمشي بحالك تقبض الطريق ديالك ان شاء الله. فهذه هي فقط هي الحاجه الوحيده اللي كاينه هنايا، هي انهم الصراحه في المغرب كيفليوك مزيان كيقلبوا. وهذا هو اللي كنقول اللهم الحمد لله والشكر لله على الامن في بلادنا. يعني الحمد لله كاين الامن، كاين بزاف ديال الحاجات. غير هو في اسبانيا كيف ما قلت لكم ما تقلبناش، ما قلبونا، ما كاين لا سكانير لا والو. كنقول بانهم دايرين الثقه العمياء في المغرب، حيت عارفين المغرب ما غادي يزقلوا حتى شي حاجه. كما قلت لكم فالحمد لله. كيدخلوا كلشي، يعني كدوزي كلشي سكانير، ومن بعد كيهبطوا لك الحوايج هكا اللي كاينين في الكوفر، كيقول لك هبطيهم. كيقلب هكا الديواني كيشوف شنو كاين، صافي من بعد كيقول لك جمع حويجاتك وطريق السلامه. صافي من تمايا من بعد ما دوزنا الديوانه ودوزنا كلشي غادي نشدوا الطريق ديالنا وغنقبطوا لوتوروت ان شاء الله الى مدينه مكناس الحبيبه. نخليكم مع هاد اللقطات ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. صافي من بعد ما دوزنا الديوانه ودوزنا سكانر ودوزنا التقلاب وكل شيء، فحنايا الحمد لله سالينا وغادي نقبطوا الطريق ديالنا لمدينه مكناس. صافي من بعد ما خرجنا من الميناء قبطنا نيشان لوتوروت. ودرنا نفس الطريقه اللي كنا كنديروا في اسبانيا، فصراحه غاديين وكنوقفوا. هنايا كنا خرجنا من طنجه، الميناء ديال طنجه، نيشان مشينا حتى الستاسيون ديال القصر الصغير. وقفنا تما ارتحينا خدينا قهيوه صلينا، ومن بعد عاوتاني قبطنا الطريق حتى وصلنا عاوتاني لقنيطره. عاوتاني في قنيطره عاوتاني هبطنا الستاسيون ديال قنيطره تمايا، شربنا قهيوه كلينا شويه، عاوتاني كملنا الطريق حتى الخميسات. عاوتاني في الخميسات كذلك عاوتاني وقفنا. فاحنا بقينا غاديين وكنوقفوا باش ما نعياوش. الحاجه الوحيده اللي وقعت لي خايبه هي انه التليفون ديشارجا ليا وما بغاش يتشارجا في مره في الطوموبيل، عييت معاه ساعه والو ما بغاش يتشارجا وما كملتش التصوير ديال الطريق حتى وصلنا. ولكن الحمد لله وصلنا بخير على خير، لقينا العائله كيتسناونا. الا ماما واختي ما كنتش قلت لهم كاع راني جايه حتى دخلت عليهم. صراحه كان واحد الاحساس زوين، كانت واحد الفرحه زوينه. مسكينه ما كانتش عوال عليا كاع غادي نجي حتى لقاتني قدامها. وصراحه كيعجبوني بحال المفاجات هادو كيكونوا زوينين. يا ربي يخلي لي عائلتي ويحفظهم ليا يا ربي. وصراحه كانت واحد اللمه ديال العائله زوينه 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 بزاف. هذا الفيديو هذا بالنسبه للنهار الثاني، فديك النهار صراحه وصلنا راكم عارفين مع الطريق بنادم كيوصل عيان. ارتاحينا ديك العشيه ولا غد لي العشيه. فصراحه درنا واحد الحاجه اللي زوينه، هي اننا جبنا نقاشه للدار وحنينا حنا العائله كامله. من الكبير حتى الصغير صراحه كل شيء حنا. كان واحد الجو زوين 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 بزاف. حتى انا كنت مشهيه الحنه. راه هذه سنين هذه ما حنيت صراحه. ووقت ما كنهبط المغرب ما كيكونش عندي الوقت، يعني كتكون فقط ديك 15 يوم. فصراحه كتعجبني الحنه، ولكن ما كتعجبنيش تبقى لي في يدي بزاف، يعني كنبغيها دغيا تمشي. وبديك المده اللي مده طويله ما حنيتش، فصراحه حيت جابوا الحنايه وحنينا داكشي. كانت واحد الاحساس اللي زوين 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 بزاف، اللهم لك الحمد. وهنا كذلك درنا واحد القصيعه ديال البرماش، يا سلام اولا الرفيسه. كنت شاركتها معكم في واحد الفيديو سابق في المره اللي في اخر مره هبطت المغرب. فصراحه مرت لوسي هي اللي كتصري عندنا برماش. كديروا صراحه رائع بزاف بزاف كيحمق. فهنايا كان صيبت لنا واحد القصيعه يا سلام جات روعه. كيف ما كتشوفوا راه غير من المريقه ديالها كتبان خاتره. ودارتها لنا بالرزيزه ماشي بالمسمن. فصراحه راه كتجي واعره 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 بزاف.
طريقتها زوينة بزاف، وكيف ما قلت لكم راه الفيديو اللي واحد الفيديو عندي في القناة راه تشاركت معكم الطريقة كيفاش كطيبها وجميع الخطوات ديالها من أ حتى لزد. كنتمنى ترجعوا لديك الطريقة وتبقاو تعتمدوها في بورماش ديالكم، فراه غادي يجيكم زوين بزاف، وما غاديش تبقاو ما تبقاوش ديروا شي طريقة واحدة أخرى من غير هاد الطريقة ديالها. وكيف ما كيقولوا كتكون البنة في اليد، فصراحة يديها بنينة وكتصايب لنا بورماش هكا زوين. صراحة عندنا في العائلة كل وحدة والتخصص ديالها، كل وحده وشنو كتعرف تصرع. ما نكذبوش على الله، كل وحده وشنو الحاجه اللي كطيبها ومميزه فيها، والحمد لله. صراحه ملي كنجمعوا حنا غير كناكلوا. اللهم لك الحمد والشكر. واهم حاجه كيف ما قلت لكم هي اللمه ديال العائله والجماعه، وهذيك هي كل شيء. فهكا كان هذا النهار الثاني، والنهار اللي جينا فيه من اسبانيا للمغرب. كنتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات قادمه.